السلام عليكم، اهلا بكم معايا مره اخرى في قناتكم سارة شانيل. الى اول مره كتزوروا القناه نتمنى انكم تشتركوا وكذلك تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم دي كلاص نحضروهم في البيت، كيجيو جد رائعين في المذاق ديالهم وسهلين في التحضير، ما كيطلبوش لنا وقت كتير، وايضا المكونات ديالهم بسيطه. نتمنى ان هاد لي كلاص ينالوا الاعجاب ديالكم. انا حضرت معكم هنا لي كلاص بثلاث نكهات، وانتم يمكن لكم تحضروا النكهه اللي كتفضلوها، ونتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو: نصف لتر من الحليب اللي كيكون بارد، انا غناخذ منه كاس ونصف فقط. غنحتاجو الحليب المركز المحلى علبه. غنحتاجو برتقاله معصوره. غنحتاجو فلون بنكهه الكراميل. وغنحتاجو كميه من الفريز المجمد. وغنحتاجو الكريم كلاصي، انا هنا خديت بنكهه الفانيلا. بهاد المقادير غنخدموا ثلاثه ديال النكهات كيف ما قلت لكم. اول حاجه غناخذوا كريم كلاصي، غنوضعوه في اناء. بالنسبه للاناء انا هنا خديته وضعته في المجمد لمده ديال دقيقتين. ضروري ما يكون بارد جدا باش هكا يطلع لينا الكريم كلاصي. وغنضيفو عليه كأس ونصف من الحليب اللي حتى هو كيكون بارد جدا. يمكن لكم تعبروا كأس العنبة اولا كأس الشاي، المهم انه يكون كأس ونصف. وغنطلعوا كريم كلاصي مع الحليب. غنطلعوهم مزيان حتى كيطلع لينا الكريمه. وكيف ما قلت لكم ضروري ما الاناء تكونوا وضعتوه في المجمد اولا في الثلاجه يكون بارد باش هكا طلع لكم الكريمه وتنجح معكم. من بعد ما طلعتها كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. غنضيفوا عليها نص علبه من الحليب المركز المحلى. انا هنا غنضيف نص علبه. وغنخلطوا هاد المكونات مع بعضهم ونحاولوا اننا نخلطوها من الفوق للاسفل بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو هكا باش ما تنزلش لينا الكريمه. وهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. كيف ما كتشوفوا الحليب المركز انا احتفظت بهذه الكميه باش نوضعوها في نكهه اخرى. وغناخذوا ان بواط وغنقسموا هذا الخليط اللي درناه على اثنان. وغنوضعوه في بواط ونوضعوه في المجمد حتى كيتجمد لينا مزيان. كنخليوه ياخذ الوقت ديالو باش يتجمد لينا. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للنكهات نتوما يمكن لكم توضعوا النكهات اللي بغيتو. انا هنا غنضيف لكم غنوضع لكم عفوا نكهات ديال الفانيلا وكذلك ديال الفريز وكذلك ديال الفلون كراميل. بالنسبه للكميه اللي تبقات لينا انا غنضيف عليها الفلون كراميل. وغنخلط هاد المكونات كيف ما كتشوفوا ما غيعطيش ليا اللون. انا غنضيف عليه الكاكاو. غنضيف عليه كميه ونخلطها ومن بعد غنضيف القليل حتى كنحصل على اللون اللي بغيتو. غنضيف كيف ما قلت لكم القليل ايضا حتى كنحصل على اللون اللي كيكون بني. وغنوضعو في ان بواط وندخلوه حتى هو المجمد. كيف ما كتشوفوا هذا هو اللون ديالو، نتمنى انه يكون واضح لكم. كياخذ لون بني
نوضعو في ان بواط وندخلوه للمجمد حتى هو كيتجمد. ضروري ما نخليهم يتجمدوا مزيان. بالنسبه لنكهه الفراوله، غناخدو الفراوله نوضعوها في الخلاط الكهربائي، نضيفو عليها البرتقال وغنطحنوهم مزيان كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للبرتقال انا هنا خديت برتقاله وغنوضعوهم في ان بواط اللي غندخلوها المجمد. غنوضعو فيها الفريز اولا الفراوله مع البرتقال اللي طحناهم، وغنضيفو عليهم الحليب المركز المحلى، وغنخلطوا هاد المكونات مع بعضهم. بالنسبه للحليب المركز المحلى يمكن لكم تضيفوا حسب الذوق ديالكم، يمكن لكم الا بغيتو حلو تضيفوا كميه كثيره. انا هنا غنضيف القليل ايضا من الحليب المركز. وغنخلطوه ونوضعوه حتى هو في المجمد حتى كيتجمد لينا مزيان. هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خرجتهم من المجمد كيف ما كتشوفوا تجمدوا ليا مزيان، كاع النكهات اللي وضعناهم تجمدوا مزيان. غناخدو باش غنوضعوا كريات ديال لي كلاص. الا ما كانش عندكم هاد لاباري يمكن لكم توضعوا بالملعقه اولا باي حاجه كتفضلوها. وغناخدو كؤوس ديال لي كلاص وغنوضعوا فيها لي كلاص ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. هذا كيجيو جد رائعين، ما نحتاجوش اننا نشريو لي كلاص من المحلات. وكذلك بالنسبه للكلاص ديال فلون كراميل كيف ما كتشوفوا كيجي جد رائع ايضا اللون ديالو. وهذا النكهه ديال الفراوله اولا الفريز. وهادو هما النكهات اللي حضرنا اليوم كيف ما كتشوفوا كيجيو جد رائعين، وكنقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى ان هاد لي كلاص ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وانكم تجربوهم. كيجيو جد رائعين والمذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف. وإلا عجبوكم ما تنساوش ديروا لي لايك وكذلك الاشتراك في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش. ونتمنى انكم تجربوهم، وإلا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا في التعليقات. نتلاقاو في وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله.